السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو فاخر من الآخر، فيديو حلو يا جدعان، وكلام جميل جميل جدا، وكلام حلو بيتقال عن مصر وبيتقال عن المصريين، لكن بيتقال عليهم إيه أنا ما أعرفش. إحنا نخش نسمع مع بعض، نشوف الناس دي بتقول علينا إيه يا جماعة، ونشوف الكلام ده حلو ولا الكلام ده هيزعلنا ولا إيه بالظبط. بقول لكم إيه، ما تيجوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ونسمع مع بعض إيه اللي بيحصل بالظبط. يلا بينا. من محور فيلادلفيا إلى تصعيد عسكري إسرائيلي في غزة يهدد بمحو الحدود مع مصر. تسير العلاقات بين القاهرة وتل أبيب نحو تدهور متزايد. تبادل فيه الجانبان الاتهامات بشأن التحشيد العسكري وما يمس اتفاقية السلام الموقعة. اليوم أثارت تقارير تحدثت معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، وفي حيفا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي الدكتور موشي العاد. أهلا بكما، مساء الخير. أبدأ معك سيد سمير فرج، أنت من الأشخاص الذين تحدثوا عن هذه المنظومة. تفاجأنا بأن مصر لديها منظومة إطلاق صواريخ صينية. سيد سمير فرج، من الواضح بأنها تثير قلق الإسرائيليين. هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع بما يسمح وبما تسمح به معلوماتك؟ طبعا مساء الخير لحضرتك تمام. اولا بقول لحضرتك مساء الخير وللاخوه المشاهدين. وفي النهايه عايزين نقول ان مصر لها استراتيجيه، وهو ان السلام خيار استراتيجي. مصر من يوم ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم واحنا بنطور بلدنا، بننمي بلدنا، مش عايزين اي مشاكل. الحاجه التانية، احنا بقى لنا 46 سنه 47 سنه منذ وقعنا اتفاقيه السلام في كامب ديفيد، لم يحدث في اي يوم ان مصر اخترقت هذه المعاهده. بنحافظ على المعاهده حتى 6 سنوات لما كان فيها ارهاب في سيناء وكنا بنضطر نزود عدد القوات، كنا بننسق مع الجانب الاسرائيلي طبقا لما تدعي الاتفاقيه. فجأة لقينا إسرائيل بتثير مشاكل. إحنا أولا لم نخالف الاتفاقية، ولو في مخالفة في أقمار صناعية بتصور وبتقول لنا زودنا قوات فين. النهاردة بقول لحضرتك إيه، الأقمار الصناعية بتجيب لك هنا كان في 10 دبابات من ساعة ومشيوا، ويجيبهم بالانبعاث الحراري، ما طلعوش صورة واحدة، لأن إحنا لم نخالف في أي وقت الاتفاقية. فلازم الناس تبقى فاهمه كده. وبعدين احنا عايزين نجيب سلاح، نجيب اللي احنا عايزينه. الله، ما هوش في كل دوله لها استقلال؟ هو احنا سالنا اسرائيل في الكام سنه اللي فاتت
او من يوم ما احداث 7 اكتوبر خدت دعم قد ايه من امريكا وزودت قواتها العسكريه؟ هل احنا احتجينا قلنا حاجه؟ انما هي اسرائيل بتحاول تعمل مشاكل. واقول لك بمنتهى البساطه، اسرائيل كل اللي بتعمله ده عباره عن تهدئه الراي العام الداخلي في اسرائيل. واحد، الراي العام الداخلي في اسرائيل بيشتكي من ان هناك الميزانيه بتاعت الدفاع زادت، وقعدت فتره لحد ما الكنيسة وافق عليها من اسبوع. هناك شكوى من ان التعبئه زادت، وشفنا ان هو كان في الاسبوع اللي فات العديد من الاضرابات والطيارين وخلافه. هي بتغطي كل ده ان مصر يبقى عندها سلاح من حقنا. وبعدين تعالي بصي، هو ما فيش غير الاتجاه بتاع اسرائيل فقط، لا احنا عندنا 3 اتجاهات اخرى. عندنا الاتجاه الغربي بتاعت ليبيا، ليبيا عندها غير مستقرة وبالتالي هذا الاتجاه غير مؤمن. الجنوب مع السودان 3 سنة حرب أهلية، هذا الاتجاه غير مؤمن. منابع نهر النيل في الجنوب عندنا مشاكل. النهارده يعني نقول مضيق باب المندب صحيح مش حاليا فيه، بس مطلوب يعني نأمنه. الاتجاه طيب. الشمالي بتاع نعم يا سيد سمير، حقول البترول، نعم. فلازم نعم. يبقى عندنا سلاح ونأمنه. واضح الموقف الآن. دعني أذهب إلى السيد موشي العاد. دعني أذهب إلى السيد موشي العاد يا سيد سمير. واضح الموقف. استمعت يا سيد موشي العاد. يعني في نهاية المطاف مصر لا ينبغي عليها تقديم كشف حسابات عن قدراتها العسكرية. يعني نفس الأمر يتعلق بإسرائيل. لماذا كل هذا القلق وهذه المخاوف من تنامي قدرات مصر العسكرية وإسرائيل عندها ربما أضعاف منها؟ مساء الخير فضيلة ومساء الخير لضيفك اللواء فرج. فعلا من المؤسف أنه بين حين والآخر يحاول أحد الأشخاص في مصر ترديد أصوات المعارضة المصرية التي تشعر بالاستياء من اتفاقيات السلام التي مضى عليها 47 عاما، ويعلن أن هناك توترات مزعومة بين مصر وإسرائيل. يعني هذه المرة كان الخبير، أنا قرأت الحوار الصحفي اللي أعطى الخبير لواء سمير فرج الذي كشف في هذا الحوار أن مصر تمتلك مجموعة متنوعة من منظومات الدفاع الحديثة، وذلك استنادا إلى ما نشرت المصادر العسكرية المتخصصة. على كل حال، هل هذا يعني يخوف إسرائيل؟ لا، أعتقد أن أولا ما في مخاوف إسرائيلية طبعا. يعود هذا أول من نوعه يكشف أن تشغيل الجيش المصري نظام HQ-9B9 الصيني، وطبعا هذا يزيد شوي من التوتر. ولكن من ناحية إسرائيل أريد أن أقول وأجاوب لضيفك أن السؤال هو هل هناك بالفعل توترات بين إسرائيل ومصر كما يحاول بعض المؤرخين المصريين؟ أنت اسمح لي، فيما يتعلق بغزة ووقف إطلاق النار والحدود التي اقتربت من مصر، يعني أنت كيف تقيمها؟ يعني ما فيش أبدا توتر بين البلدين؟ لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده يا جماعه، وايه رايكم كمان في الكلام الطيب الجميل اللي احنا بنسمعه مع بعض ده. نكمل مع بعض الفيديو احسن ما نرد مع بعض في الكلام. يلا يا ابني انت وهو. التي كان انحل بمحادثات يعني متبادله بالاجتماعات، حتى اجتماعات سريه، مش كل شيء المكشوف. وبقدر أقول أن هناك تنسيق وتعاون جيد جدا. يا ريت يكون تنسيق زي هذا لكل دولتين. طيب لماذا أوساط إذن عسكرية قلقة من هذا الموضوع؟ السيد سمير فرج كان يتحدث عن مخاطر أخرى، يعني مصر لديها حدود أخرى، مثلا الوضع في ليبيا غير المستقر. لماذا تعتقد إسرائيل بأن الأمر موجه ضدها؟ لا، أعتقد أن هذا كله يعني كلام غير صحيحة. إسرائيل ما يعني الإعلان بالنسبة لهذا الموضوع ليس من مصدر إسرائيلي رسمي. يعني إسرائيل ومصر تدركون عن الاتفاق بينهما
يشكل رصيدا استراتيجيا أثبت وجوده زي اللواء يعني منذ عام 1978، يعني 47 عاما فعل يعني هذه الاتفاقية، وتغلبت عزمات عديدة. اللواء قال يعني موضوع داعش في سيناء صحيح، إسرائيل ساعدت، ما كانش تنسيق هناك، كان تنسيق، ولكن إسرائيل ساعدت بمخابرات، باستخبارات، بمعلومات ممتازة بالنسبة وساعدت كثير مصر بالتغلب على داعش، لأنه هذا كانت مصلحة إسرائيلية. نعم يا سيد موشي. عودة إليك سيد سمير فرج، هل ترى بأن مخاوف بعض الأوساط العسكرية الإسرائيلية مبررة من هذه منظومة الصواريخ الصينية؟ يا سيدتي احنا بنجيب حاجتنا طبقا لاحتياجات الامنيه. النهارده لما يكون عندنا مفاعل نووي جديد سلمي، مفاعل نووي سلمي تاني، مفاعل نووي سلمي، وهو اكبر مفاعل نووي في الشرق الاوسط، مش مطلوب يعني نامنه ولا نروح نستاذن من اسرائيل؟ انا مش فاهم ايه اللي راعبهم. احنا نجيب اللي احنا عايزينه، احنا بنأمن بلدنا، وليس لنا هدف واطماع في اي اعمال ضد اي حد تاني. انما هم خايفين عشان لو عملوا حاجه ضد مصر احنا هنقدر نصدهم. وبعدين النهارده هي سوريا فين الجيش السوري؟ خلاص ما عادش فيه جيش سوري. العراقي فين؟ ما فيش غيرنا. فهم بدأوا يدوروا على الجيش المصري. لا، الجيش المصري هيبقى قوي وهيبقى تسليحه قوي ويأمن حدوده الاستراتيجيه الاربعه. الاهداف بتاعته النهارده ليبرمان الاسرائيلي مش كام سنه قال انا هضرب السد العالي، عايزيننا نسكت ما ندعمش السد العالي بالدفاعات؟ في ايه؟ انا مش فاهم هم ليه زعلانين. الله، هو كل دوله في العالم بتبدا تقول الدوله اللي جنبها جابت اسلحه دفاعيه عشان تدافع عن نفسها وامنها القومي وحدودها الاستراتيجيه. انا مش فاهم في ايه، الا اذا كان هو عنده مشاكل جوه بلده فبيحاول يصدر هذه المشاكل الى دوله اخرى. احنا بكرر تاني يا استاذه فضيله، الاستراتيجيه المصريه ان السلام خيار استراتيجي. احنا لا نهاجم حد ولا نهدد حد، ولكن لو حد قرب لمصر هو عارف هيحصل ايه، زي الجوله بتاعت حرب 67. لكن ليست لنا اي نوايا عدوانيه، احنا بنؤمن بلدنا، بنؤمن حدودنا، اهدافنا الاستراتيجيه. لما انا عندي مفاعل نووي لازم امنه. السد العالي اللي هو مره ليبرمان قال هضربه، احنا هنستنى؟ فاعتقد ان التدخل الاسرائيلي في الشأن المصري ويقول انتوا بتجيبوا ليه ده او ده، هذا كلام خاطئ تماما. واحنا دولة حرة مستقلة. نعم يا سيد سمير فرج، أرضنا ومن حقنا شكرا ان احنا ندافع عن الارض بتاعتنا. شكرا جزيلا اللواء سمير فرج في القاهرة. اشكر ايضا الدكتور موشي العاد من حيفا، اشكركما. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. ما خلاص يا عم، ما قلنا مع السلامه، احنا هنفضل قاعدين. الفيديو خلص والكلام انتوا سمعتوه وشفتوا احنا بنقول ايه ولا الناس بتقول علينا ايه. مش هنفضل نتكلم بقى كل شويه، الفيديو خلص. خشوا شوفوا الفيديو اللي بعد كده. يلا سلام.